تعالوا نبدأ مع بعض النهاردة أول محاضرة مهمة في الإكسل، وهي محاضرة الدوال المحاسبية أو الدوال البسيطة أو العمليات البسيطة، ودي تعتبر أساس من أساسيات شغل الإكسل بتاعنا. وهي دوال تعتبر سهلة، دوال بتستخدمها يوميا، بتستخدمها على طول. ممكن من كتر استخدامها تنسى حاجة، ممكن من كتر استخدامها تتلخبط فيها، لأنها بسيطة جدا، ولكن بتخلي عندك على طول حذر من إن الدوال دي ممكن مع سهولتها ممكن إنها تقدر تعمل لك لا قدر الله مشكلة. فلازم نهتم بشوية تفاصيل كده معانا واحنا ماشيين مع بعض. هنقدر ازاي نتعرف حتى على التابات اللي موجودة فوق قائمة هوم او انسيرت او درو او كل القوائم دي واحدة واحدة لحد ما نعرف كل حاجة شغالة فيها ازاي. طبعا اول قائمة عندي هنا هو بيفتح عليها على طول الواجهة بتاعتي، هي قائمة هوم. بيبدأ عندي الحاجات الخاصة بالاجزاء النصية، ان انا مثلا ممكن اعمل كات او ممكن اعمل بيست او ممكن ان انا اخد الفورمات بنتر مثلا من حاجة معينة امشي زيها. يعني انا مثلا لو عامل مثلا نمبر في كولم وعاوز الكولم اللي جاي يبقى نمبر، مش لازم ان انا اخد الكولم واكتب الكولم وبعدين اغيره هنا مثلا من الجنرال خليه نمبر. لا، انا ممكن من الفرشة دي اقدر ان انا اعلم هنا مثلا زي الحاجة دي كده. ممكن انا هنا اعمل دي كارنسي مثلا على سن دي فلوس، ولكن هي مش فلوس، هي عدد ساعات، فانا عايزها نمبر عادي جدا جنرال. فهدوس على عدد ايام الحضور السيل دي واروح جاي هنا بالفرشة ومعلم على كل الكولم اللي موجود عندي، هيبدأ ان هو يعدلها لي نمبر على طول. ودي ميزة بتسهل عليا لو انا عندي اكتر من كولم عايز اعدل فيه على طول، مش لازم ان انا اعدل فيه بطريقة النمبر العادية اللي احنا ممكن هنشوفها بعدين. لا، انا ممكن اخد الفرشة هنا. تاني حاجة عندي الفونت، ودي بتبقى أجزاء خاصة بطريقة الكتابة وعرض الكتابة. إن الكتابة تبقى مثلا بلغة معينة أو بكتابة مثلا بشكل معين. الكتابة بتبقى بولد، الكتابة بتبقى عليها أندرلاين علشان تميز الكتابة. ممكن الكتابة لونها يتغير، زي مثلا هنا كل الكتابة دي أسود، أنا عايز أخليها أحمر، هدوس هنا خليت الرقم ده باللون أحمر. عايز أرجعه تاني برجعه بالباك ورا هنا. ممكن أعمل أغير نفس السيل نفسها، أخلي لون السيل نفسها أصفر. هنا السيل ملهاش لون، خدت اللون الاصفر فين في يعتبر الفيل كلر دي او الجهاز اللي ايه لما بتدوس عليه بغير لك على طول ايه الالوان. ودي قائمه الالوان اللي موجوده بتاعه الاكسل. طبعا الالاينمنت دي كلها خاصه بالتوجيهات او بالنصوص، يعني اخلي الكتابه يمين الكتابه شمال، اعمل ميرج للكتابه لو الكتابه كبيره، اعمل راب تكست ان انا اخلي الكتابه تحت بعض. وهنشوف كل الحاجات دي دلوقتي. تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف المثال البسيط اللي عندنا ده، اللي بيقول إن أنا عندي أمور معينة وعاوز أطلع منها أجر معين أو عايز أطلع منها حاجة معينة. تمام. قال لي هنا المرتب الأساسي، عايز أعرف المرتب الأساسي هقدر إن أنا أطلعه إزاي من شوية المعلومات اللي عندي دي. هاجي هنا هلاقي إن أنا عندي أجر اليوم هنا، وعندي هنا عدد أيام الحضور. طبعا الأجر الأساسي أو المرتب الأساسي بيتكون من إيه؟ دي معلومات بقى عادية محاسبية، بحاصل ضرب إيه أجر إيه اليوم في عدد أيام الحضور. فهبدأ إن أنا هنا علشان أبدأ أعمل معاملة جوه الخلية أو أبدأ إن أنا أعمل عملية جوه الخلية، هكتب بيساوي وبعدين هروح أعلم على الخلية هنا، وبعدين هروح أعمل علامة الضرب أو الستار اللي بتبقى موجودة في الكالكوليتور، في كالكوليتور اريا اللي موجودة في اللابتوب، أو بتبقى حتى موجودة فوق عندي هنا في الأرقام اللي موجودة عندي في اللابتوب فوق، بتبقى موجودة في رقم 8 على طول. وبعدين هضرب في أيام الحضور، خدت انتر. يبقى أنا عملت معاملة عادية جدا، إن أنا تركيب بيساوي وبعدين ضربت أجر اليوم اللي هو عندي اليوم ده السيل دي في عدد أيام الحضور. تمام. طيب هل أنا كل مرة هبدأ إن أنا أعمل كده بيساوي وأروح ضارب هنا مثلا في وأروح ضارب الأيام؟ طبعا المثال اللي احنا بنقدمه ده بسيط، ولكن ممكن يكون عندي شيت كبير فيه حاجات كتيرة. فعلشان أنا مش هعرف أعمل كل ده مرة واحدة، هروح أعمل إيه؟ اروح جاي هنا عندي هنا علامة صغيرة زي مربع صغير كده، هبدأ ان انا ادوس على المربع الصغير ده دبل كليك، هتبدأ انها تظهر لي ايه؟ تظهر لي البيانات بالشكل ده. ولكن طبعا مع ظهور البيانات بالشكل ده لقيت ان في بيانات بيقول لي لا، في غلط، في صفر، في ارقام صغيرة. طيب ايه اللي حصل للبيانات؟ وهنا اول حاجة من القواعد الاساسية اللي موجودة عندي في الاكسل، طبعا اول ما هاجي ادوس على F2 علشان اشوف ايه اللي حصل، لقيت ان انا ضارب السيل رقم
اللي هي فيها 50 والسيل رقم اللي فيها 24. كلام جميل حلو. تعالى رقم 2 أو رقم 3، لقيت إن أنا ضارب السيل رقم 3 تحت في نسبة الحافز اللي قدامها. معنى كده إن أنا عاوز أثبت السيل بتاعة أجر اليوم. طيب أثبت سيل أجر اليوم إزاي؟ وهنا مهمة جدا وخطيرة موضوع إن أنت عاوز تثبت خلية معينة، ما تخليش الرقم يتحرك من عليها وتضرب الخلية دي في أكتر عدد خلية موجود، زي اللي احنا فيه دلوقتي. أنت عاوز تثبت أجر اليوم قصاد إن أنت تعمل إيه؟ تخلي الأيام متغيرة. يبقى هتعمل بيساوي وهتروح عند أجر اليوم وتدوس عليه، وبعد كده هتدوس على F4. أول ما هتدوس على F4 هيعمل لك الإس دولار. الإس دولار دي معناها إيه؟ معناها زي تثبيت على الخلية عشان الخلية ما تتحركش من مكانها وتنزل الخلية اللي بعديها. يبقى ده أول حاجة من الحاجات الأساسية اللي عندي مهمة، وهي تثبيت الخلية. أنا ثبتت الخلية، دوست اف بعد ما دوست على الخلية دوست F4 علشان يعمل لي اس دولار قبل الخلية واس دولار قبل ايه؟ قبل الرقم بتاع الخلية. وبعدين هضرب في عدد ايام الحضور بتاعي، هتك انتر، وبعدين هعمل لها اوتو فيل او من المربع الصغير ده اول ما السهم عندي يظهر كده اروح دايس دبل كليك، هنا هتظهر عندي مظبوطة وثابتة. لما هشوف رقم 3 هلاقي فعلا ضارب الخلية اللي هي فوق اللي هي رقم دي 2 هنا في الخلية رقم هنا دي 11. يبقى أنا كده أول حاجة اتعلمتها أو أول حاجة لازم أعرفها ولازم أخد بالي منها، وهي تثبيت الخلية ب F4 اللي هي تعتبر اس دولار.